نتكلم الدنيا ترفد ابنا الابو ترفد ابنا الابو ترفد ابنا الابو حكنت الابيات لا تفقر منه لس ابو فقر منه لس ابو فقر منه لس ابو حكوي مدركا يدا وحكو حقا مسكبو مثل حويه حيسني يموت مسلم وحيه مثل حويه حيسني يموت مسلم وحيه كبر ابن مسكبيس نديبو ايكي السنيه وسرتا يبي قريت تميه حكاية هرتا سمع من يمل هديبون مثل حويه حيسني مثل حويه حيسني وإريترياتك مثل حويه حيسني يموت مسلم وانبر مثل ولاد حيسني يموت مسلم وانبر من أميت دفنوني وقبر سني تقبر من هاللي حويتهم أتهاجكم أتحبر أجكم ولا سحاقهم طعم ديبي من سكر من أميت وحي مثل ولاد حيسني من أميت وحي مثل ولاد حيسني دبر ابن مسكبي ور بالله أكلني دبر ابن مسكبي ور بالله أكلني سر نطاف قبي ولا سر كدنني بنوبجة كلتت حبعي هليت والستر بنوبجة كلتت حبعي هليت والستر أنا بعي كل سادي بكل أكان قطر حتقوني قراهم سكبو هلو دي مدر حوين دي سادنا قدم أباي قل أبكر ديقوني مثل حوي حيسني ديقوني مثل حوي حيسني مثل حوي حيسني إريترياتك مثل حوي حيسني إريترياتك مثل حوي حيسني إريترياتك Thank you Girmay. حجي شوية زودتها عند حريصو إلى خيدة حجة قتلة أبزي حيو يقريتها نحاتتكو ناب حوي محمد إدريس يقملس بعدين بدحريو خاء دكتور موسى كخوني وإدريس تفضل محمد. Thank you. أيتن وحيا خاص خاجن. No أنا ريتو تراح بزعباتي حلو خزارة بندية. وساعدنا ويحتاج أولاً شكراً بروفيسور جلال على الندوة
فأنا حأتحدث في علاقة الدين بالدولة. يعني أصل الدولة في التاريخ كانت دولة دينية، يعني بمختلف أنواعها، ومنها انتقلت إلى الدولة المدنية الحديثة. وعليه يعني نحن حس كأريتريين ما يهمنا هو نحن عندنا دولة مستقلة. داخل هذه الدولة المستقلة عندنا أزمة نظام وأزمة حكم وأزمة إدارة وأزمة تعددية وأزمة تنوع. فكيف يعني مثلا ننظم يعني بعد التغيير هذا التحول اللي يحدث، يعني في ظل هذا التحول كيف يمكن إدارة الدين وعلاقته بالدولة المدنية الحديثة. الحتة الثانية اللي حبيت أوضحها، هناك مصفوفة كاملة للحكم يطلق عليها الحكم الرشيد أو الجود governance. هذا الحكم الرشيد صالح لكل زمان ولكل مكان ولكل دولة، كيف تنظم فيه يعني التنوع والتعددية وإطلاق الحريات وحقوق الإنسان، وكيف يعني مثلا أنت تنظم يعني الدين في إطار الدولة حتى لا يكون يعني محك بتاع صراع. محمد وديكا we lost him مش ودينا تاخينا دي. اوكي. فعليه سوري حواصل ما منا عن الانقطاع يعني. اوكي. فنحن مفروض يعني اريتريا يعني كدولة تعددية فيها أديان مختلفة، فيها أعراق مختلفة، فيها ثقافات مختلفة، كيف ننظم هذا الوضع يعني غدا وكيف يجي أي تغيير فيه قبل أن نتنافس وقبل أن نجعل الدين مطية للسياسة مثلا لمكسب شعبي، لأنه الدين هو يعني بينك وبين ربك وعلاقتك مع الرب، وكيف نحن مثلا بالتعدد والتنوع بتاعنا نعيش في يعني تعايش سلمي في إطار الدولة المدنية الحديثة. الدولة المدنية الحديثة يعني لها قيم ولها أخلاق وتحافظ على كرامة الإنسان، والدولة المدنية مثبتة حتى في منظمة الاتحاد الإفريقي. أريتريا ما موقعة عليها، عشان كده ما في برلمان، ما في دستور، ما في أي حاجة. يعني بالأمس سمعت الانقلاب اللي حصل في السودان، يعني منعوا برضو، يعني أي انقلاب عسكري في إفريقيا أصبح يعني يمنع يعني داخل هذه المنظمة وتتعطل العضوية. وعليه يعني مفروض نفكر بأنه يعني الدين يعني هو عامل روحي وذاتي بينك وبين ربك، كيف تقدر تنظمه بحيث لا تخلق يعني أزمة بين التعايش، وحتى لا يمس الوحدة الوطنية الأريترية، وحتى لا يمس العلاقات الأريترية. لأنه يعني في أريتريا المجتمع يعني البيت الواحدة أحيانا تلقى فيها أكثر من ديانة. ما تستغرب يعني، وعلاقة العرق أقوى من علاقة يعني الدين. يعني أنا عايشت في كرن مثلا، كنت مسؤول بتاع اتحاد شبيبة، عايشت بأنه يعني في العرس يعني المسيحيين بيدفعوا للمسجد يعني مباء ولا حاجة بالشكل ده، هو اسمه يعني بالمعتقد الديني. والمسيحي وقت يتزوج برضه ويعمل في حاجة بيطلعها للمسجد، وذاك بيطلع حاجة للكنيسة يعني. فهنا موجود يعني مثلا يعني الدين هو يعني معتقد مكتسب هو، لكن الأجناس والأعراق يعني هي ذات جذور واحدة هي.
في داخل المجتمع الأريتري، إن كانت تعددت ثقافاتها وإن كانت تعددت لغاتها وإن كان تعددت. فنحن نتكلم في الشعب الأريتري وهو شعب واحد وقاعد يعيش في أزمة. بكرة وقت يحصل تغيير كيف ننظم الأشياء ده عشان نعيش بسلام وأمن واستقرار مع نفسنا ومع جيراننا ومع حولنا في المنطقة يعني. شكرا محمد، وشكرا جزيلا. كتر خيرك. حواء إدريس موشي. مساء الخير مرة ثانية. أهلين. مساء الخير. مساء النور. أهلا، مساء النور الدكتور إدريس، حياك الله. عليكم السلام. بالله حياك الله دكتور إدريس. أعطوني 3 دقائق أو 4 دقائق بالله أستاذي قيت أوكي. خليك شوية بساط ودقنا شوية سجارتنا ودقنا. لا ما يهمك، 3 خليها 5 كمان. خلاص. أنا عدد محمد 7 دقائق مع إنه شوية زي حرف النار مسيح. خلاص تمام والله. شكرا لك يا أخي. أولا أنا أشكر أستاذنا جلال، وأنا حقيقة تلميذ لأستاذنا جلال. أنا ما تتلمذت. لا بالعكس يا دكتور، احنا نستفيد من بعض يعني. كلنا نستفيد من بعض. اوكي بالعكس نعم. يعني. لا والله أنت أستاذي وكل حاجة، ولا بأس أن يختلف التلميذ أحيانا مع أستاذه يعني. لا بأس. شكرا لك، شكرا لك. نعم، أنا أريد أن أقول هذه النقطة أراها مهمة جدا. أنت قلت لنا لا تتحدث عن الأمة ونحن لا تتحدث عن الأمة ونحن نتحدث عن الدولة. عندما لا أنا قلت الموضوع عشان ما نخرج من الموضوع بس يعني، ولا ممكن نعم هو الموضوع نفسه، هو هذا هو صلب الموضوع. أنا أعرف أستاذ جلال ومتفق معك في كل شيء. في كل محاضراتي أنا أقول عندنا مشاريع في المنطقة تقوم على 4 سيقان خبيثة: الدين، العرق، اللغة، العدو المشترك. أنا أريد أن أقول عندما تتحدث أنت عن الدولة فأنت تتكلم عن الأمة. لا يمكنك أن تتحدث عن الدولة ولا تتحدث عن الأم. ولذلك في كل الأدبيات دكتورنا وأنت أستاذي، كل الأدبيات السياسية والاجتماعية، مدارس علم الاجتماع ربطت الأمة بالدولة والدولة بالأمة. عشان كده نلقى يقولوا الأمة الدولة، الدولة الأمة، فلا توجد دولة بدون أمة. ولذلك المجتمع الإريتري في الأربعينات قالوا إريتريا، قالوا لا تستحق الدولة. أنت عندما ليش ما تستحق الدولة يا جماعة؟ قالوا لأنكم لا تفون بتعريف الأمة. فأنت عندما تنفي الأمة نفيت الدولة دكتور. ومنها إرادة العيش المشترك. أنت قلت لنا نحن عندنا إرادة العيش المشترك وهو شرط من شروط الأمة. فإذا اعترفت بالعيش المشترك أنت اعترفت بالأمة بطريقة غير مباشرة. وأنت قلت لنا إرادة العيش المشترك، إذن نحن أمة. رفضك للأمة يا دكتور يجعلك معارض على مستوى الأمم المتحدة. أنا كنت أعتقد أنك معارض على مستوى معارض إريتريا. ثم رفضك للأمة يا دكتور لا يعطيك الحق أن تطالب بمظالم دينية في دولة لا تعترف بها أنها أمة. أنت قلت أمة واحدة. إذا قلنا أمة واحدة معناها سيكون لنا دين واحد وثقافة واحدة ولغة واحدة، وهذا حقيقة لم يسبقك إليه أحد دكتور. حتى المفهوم الإسلامي نفسه لا يذهب هذا المذهب، لأن الأمة الإسلامية تتكون من ثقافات متعددة ولغات متعددة وجغرافيا متعددة وحضارات متعددة. فالأمة بمفهومها الدولي الآن الموجود التعريف لا يشترط فيها دين واحد ولا ثقافة واحدة ولا كذا. رفضك للأمة يا أستاذي يا دكتور يعني أنك هدمت الدولة ورجعت بنا إلى فترة الأربعينات، الخلافات عندما اختلفنا على هذه الأمة. فإذا كان دكتور العزيز، إذا قلت نحن نريد إرادة العيش المشترك ونريد الدولة تحترم الأديان والشرائع كما قلت، فماذا نسمي هذه الدولة سوى الدولة الإريترية بمعنى الأمة الإريترية؟ وهذا هو التمايز يا دكتور.
عندما نقول الدولة الإريترية بمعنى الأمة الإريترية، وهذا هو التمايز، بمعنى لسنا في تيغراي، لسنا في السودان، لسنا في إثيوبيا. أما اللغة دكتور، أنت قلت أن واحد العفري لا يتفاهم مع الناطق بالساه، ولا هذا بالتجري ولا بالتجرينيا، فهذا سببه مشروع القوميات الذي أعاق تعزيز الثقافة العليا المشتركة. والثقافة العليا المشتركة هذا من شروط وجود الأمة أو تعزيز الأمة. وأنت قلت بنفسك في إحدى المحاضرات أن أفضل مشروع جاءت به الشعبية هو القوميات. أعتقد يا دكتورنا الفاضل أن مشكلتنا ليست في أننا أمة أم لا، لأن أمتنا دفعت أثمانا باهظة جدا في سبيل إثبات أننا أمة متمايزة تملك إرادة العيش المشترك كما قلت، ولها رؤية جمعية. مشكلتنا هي في نوعية الأمة التي يبنيها هذا النظام الآن. هذه المداخلة الأولى. والمداخلة الثانية أنا أعتقد أنها ستكون طويلة، وكان دكتورنا أستاذنا الفاضل قرماي قد قال لي نريد أن نعمل محاضرة أخرى تتعلق فيما يتعلق بالرابطة الإسلامية وتسميتها بالإسلام والمسلمين، والدكتور أنت ممكن عندك رأي في ذلك. ولذلك أنا لو أستاذنا قيتؤوم وأستاذنا قرماي لو سمحوا وعملوا هذه المحاضرة لماذا الرابطة الإسلامية، ممكن في هذه النقطة قد نكون قد أفصل فيها وتكون حاضرا معنا على أساس نفيد ونستفيد. والعنوان يكون لماذا الرابطة الإسلامية حسب ما وعدني الأستاذ قرماي وأستاذنا قيتؤوم موجود. وإذا كان لا يمكن أيضا ممكن أنا أعمل المداخلة إذا كانت بعد المداخلات الأخرى حتى لا يكثر الكلام. وشكرا لك أستاذنا الفاضل دكتور علاء. شكرا جزيلا. قرماي حوي. السلام عليكم بأنا. لكن أغلبية الناس يمكن فهمتها. الله حدا خلته. دولان أمان نساس إلكا زرع يكون مخنياته أمان تدعلكا دولة الله مالتي دولان تدعلكا الله مالتي. فخلا الزرار باون كنت تقولت كأنا حبار دليت انتلو أمة الله. سلازم زعبانا حبار دليت تزاريبكا أمة دمّا حدا كابتي قندي أجد سرق حيتاتنا أموين ناي حبار دليت بحبار ناي منبار دليتن بحب بنسعي بحبار متأماتن إيو. سلازي تي حدا هايمانوت حدا قانقوا ندو لازم إذا نجزأ رسو ولاوين تي ناي إمنت انت دعوسينا مسلمنا وانت دعوسينا نزو قداي زي مالت زرية أي بلون يو معناته أمنتنا إسلامنا بزحات قانقواتات بزحات بهرات بزحات أحزاب بزحات أمتات يوم زلوا أبزي حدث دولة لو من نزار بلو زلنا جن قانقوا حدا قانقوا مهلاو وحدا بهلي مهلاو وحدا زرقي وحدا موقل مهلاو ويكون تنا أمة مجلسي تنا أمة مجلسي كاليو كم تغلس سنحي حدا خابو تي بحبارنا من بار دليت مهلاو سلازي منقصت دما نجزع رسول تدعى وحس حبرتسب كجبر زتمزة أكل وين تكالي تدعلنا تنسو كوحسو ويبزعبو وحسنت كرجاء صلوا زلوا أمالو مالتيو سلازي أمة دينا ويس أيقونن لومي شجرنا أيقونن نحنا زي بنوح كارستا زرجاء صنايون أمة يكونكم اللومن بزح عزو خدنا زرجاء صنايون سلازنا شجرنا لومي أبزق وانزي في منقستي كهانسو عبداليو زلو حد بناتو ملكع بناتو خرسي كهانسو عبداليو زلو يتشجرنا سلازي أنا أبزي كحصرون من سلامتاي مسؤول وسخ عبداليوم تزارب كونيري نمنتاي رابطة الإسلامية زبل سيامي مسيون زبل جن أبزي مسي زلو كمتي مسايون تزارب نالو نيرناينا
بزحرتي قال اي مقصلتان اي تقدم حجي زقربكو زعبه كمص سلازخيل ابو كنزاراربلو نخلينا تعدل انت ترغيبو انت زي كونوين اب قال اغاطات كنزاربلو نخل سلازي ابزي كحصرو يخيل يدل سلازي دوله انتلنا بقطتا بزعبه اماينا نزارب انتلنا بزعبه دوله اينا نزارب سلازي كلتيهم تناصيلهم زخدو ايكون يوتي رئيتو كبرتي هبلنا جماعة لك 4 ساعات غيرنا لنا نظم 3 سبات مسحبكو انا امباسادر رئيتو دياني راس اقرب جرماين تحجزنا انا امباسادر بعلو كي ترجمه الى استايبلكم مخنياتو رئيتو يعني را دخيمك اي نو اي دخمكن بزقا اجي دخيمك الله مسلم عليك ترجمان دي هو امباسادر محمد شكرا لك محمد ياود بعلي اللوايله دحن انا بزعبه ناتي حساب ريتو مبوقلنا تي منغستن رؤسوسي توراراسي وقدم اب تاريخنا حبرتسب هاجر كتقوم خلاسي ሃይማኖታዊት ሃገር ነራ ካብ ኣኻኣና ሲቪላዊት ሃገር ያ ተቀይራ ማለት እዩ ሕጂ እዚታት ኣብኡ መጽኢኻ ብዙሕ እንታሽሙ ግዜ ንኸይን ወሲ ንሕና ዘዛርበና ዘሎ ኣብዛ ግዜ እዚኣሲ ኣብ ኤርትራሲ ሽግር ስለዘለና እዚ ሽግር እዚሲ ጽባሕ እንተ ተፈቲሑ ከመይ ጌርና ሓደ ቅዱስ ማሕደራ ኣብ ኤርትራ ነቀውም ማለት እዩ እሱ ከዓ ኣፍቲ ኤርትራን በይና ዘይኮነስ ኣብ ብዓለም ደረጃ እውን ኣሎ ማለት ኣፍቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝጸደቐሎ እዚ ጉድ ገቨርናንስ ዝብልዎ ሃገራዊት ቅዋም ዲሞክራሲ ፍትሒ ማዕርነት ኩሉ እዚ ነገራት እዚሲ خمي جيركا سخاخعخ بوبوتو زاتو مالتيو اوريدي زي منغستات اريترا زولوسي بزعبا زي راتيفاي سلازي غبروي سلازي فرملو ديمقراسياوي سرعات سلازي خوني انتي شجر حجي اسي زاربنا سلازلو صباح كمي جيرنا بحبار ننبر ማለት ህዝብ ኤርትራ ናጽ አውጪኡ በሐባር የነበረሉ ሓንቲ ስድራ ቤት ከማን እስላማይ ክርስቲያናይ ተረኽበላ ተኽእል ኣብ ገለገለ ጉዳያት እውን ኣድዒለ ነረ ማለት እዩ ከረን خلخنا ኣብነት ኣፍና ናይ መንእስያት ስራሕና خلخሲ እንታይ ሹሙ ማለት እዩ ኣብ መርዓ በሐባር ጎጎ خلوሲ እቲ ክርስቲያን ናይ መስጊድ የውጪ እቲ እስላማይ ከኣኹም ርዖ خلخ ናይ ቤት ክርስቲያን ሞባእቶ በለ ኣብ ብሄረ ብሌን ከምኡሎ ማለት እዩ حجي ازيتات بمعدو خينكا خم كبيد نجر بوستو زي خونس حزب إريترا صباح عدل مسرخبه بعلو خوسني وخمي جيرو بحبار خم زنبر مخنياتو خمي جيرو بحبار خم استقالسي وسينو سلازي نبر افتجزه ثوره مالتي حجي خمي جيرنا نحنا سلطون منغستي سيفلاو منغستي إريترا نقص فتحي زلو ديمقراسي زلو ني ሃይማኖት ከመይ ገይሩ ብሕጋዊ መንገዲ ንሰላምን ጸጥታን መንግስትን ህዝብን ዝሕሉ ኣታሓሕዛ ይግበረሉ ሰብ ከኩም ድላዩ ከአምን ነፃ ኮይኑ ማለት እዩ እዚ ብሕፅር ዝበለ ቴንክ ዩ ኦኬ ክብረት ይሃበልና ይቀኒልና ሰለስተኹም ምሳብኩ ሶሪ ዓንደ ብርሃን ንኣወጅ ከለኹ ኢኻ መፂካ كنت هنا تعرفنا 4 ساعات لزقبرنا نتوم ما قايشنا انت وحده عفانينا دحريو ريتون حتون كنقبل نخون جن 3 سبات تراي عدل كهب سخاء احمد I'm sorry Mr. Goitom الشيخ الاستاذ عيسى سيد قاعد يرفع ايده ربما ما قادر يعمل هذا انا شفت الان ما كان تمام سابقا تمام ثانك يو شكرا لكن عند برهان سنهلن عمس ايدو تلقاتيرو انا وصلنا قبل خلقو ايه عمون قد تترجمت حليفاتنا نيرا
خليني ارد على هذا جيتهم، لانه الباتري حقي شايفه نازله يعني، فقبل ما تنزل نهائيا خليني ارد على مين على مين؟ على السفير الاخ محمد ادريس والدكتور ادريس. رأيت ملشن يردي. اوكي ايوه يتملسن. اوكي ايوه تفضل. الاخ السفير محمد ادريس قال الدولة في التاريخ كانت دولة دينية ثم انتقلت إلى الدولة المدنية، والدولة المدنية لها مواصفاتها ولها قيمها. وبعدين أثناء الترجمة من العربي إلى التجرينيا ترجم الدولة المدنية إلى الدولة العلمانية. لا. فهذه إشكالية يعني الآن. هل الدولة المدنية هي دولة علمانية؟ هذا سؤال. لم أقل علمانية، معلش يعني. انت قلت الدولة المدنية الحديثة سيكولار في الترجمة، يعني في الترجمة. لا طيب ممكن تصحح؟ لا، أنا ما قلت كلام زي ده، هذا لا أصحح الخطأ، ما أخطأت أصلا، ما قلت الكلام. أنا اللي فهمته على كل حال لما أنت ترجمت قلت الدولة كانت دولة انتقلت إلى الدولة المدنية في التجرينيا، احتمال أنا فهمتها غلط يعني، قلت لا موضوع ثاني هو يعني ده ما أنا سيكولار. على كل حال إذا خلاص أنا إيه راحت مسكين. راحت لا أنا لا اوكي فيديو بس راح. فيديو راح. ايوه الصوت موجود. الصوت موجود. ايوه فعايز اقول وطرح نقطه ان احنا الان الشعب الاريتري يعاني من ازمات عديده، فكيف ننظم العلاقه بين الدوله الدينيه والدوله المدنيه والدين؟ وطبعا المحاضره كانت الو علنا لسه موجود. الدوله طبعا المحاضره كلها كانت حول انه في نقاط تلاقي بين الدوله المدنيه والدين. هذه نقاط التلاقي بين الدوله المدنيه والدين نعززها، ودائما هي تتعلق بالجوانب القانونيه والجوانب الاخلاقيه، وننظم حاله التعايش السلمي. الدين يجب ان يلعب دور كبير في تعزيز علاقه التعايش السلمي، ويحارب النزعات الطائفيه وتيارات الغلو الديني، سواء كانت الغلو الديني في المسلمين أو الغلو الديني في المسيحيين أو الغلو الديني في اليهود إذا كان عندنا يهود أو الغلو الديني في الوثنيين. المهم الدولة هذه جهاز إداري يخدم جميع المعتقدات الدينية. وذكر السفير أنه المجتمع الإريتري مجتمع متعايش. فعلا مجتمع متعايش، الشعب الإريتري ما أخذ حرب دينية يعني فيما بينه. والإسلام مثلا الإسلام الآن يشجع أو يجيز جواز المسلم أن يتزوج المسيحية أو اليهودية، يتزوجها يعني وينجب منها أولاد ويعيش معها في غرفة واحدة ويأكل مع بعض، يشربوا مع بعض، ويأخذها في سيارته ويوديها الكنيسة يوم الأحد ويخليها تقرأ الإنجيل في داخل البيت وهو يقرأ القرآن يعني. والأولاد أمهم مسيحية وأبوهم مسلم، خلالهم أخوالهم مسيحيين وجدهم مسيحيين وجدتهم مسيحية وجدهم من أبوهم وجدتهم من أمهم مسلمين. هذه حالة تعايش يعني. وباعتبار تخصصي في الدراسات الإسلامية، الفقه الإسلامي ناقش قضية هل يمنعها من شرب الخمر أم لا يمنعها. فالفقهاء قالوا لا يحق له أن يمنعها من شرب الخمر، لا بأس أن تشرب الخمر يعني. وإن قال بعض الفقهاء يمنعها من السكر، ما تصل إلى حد فقدان الوعي، ولكن لا بأس أن تشربه يعني في بيت واحد، في عقيدة واحدة، في دين واحد. وإن كان طبعا العقيدة الأرثوذكسية لا تبيح الزواج من الكاثوليكية، ولا الكاثوليكية تبيح الزواج من الأرثوذكسية ولا من البروتستانتية، ولا يتعبدون في كنيسة واحدة، لكل كنيسته ولكل مقابره ولكل مدافنه ولكل تراتيله. أما في الإسلام لا، الختمي يتزوج وهابي والوهابي يتزوج ختمي والصوفي ما عارف إيش، وبعدين المسلمين يتزوجوا مسيحيين من الكاثوليك من الأرثوذكس من البروتستان من الجهوبا من كل شيء يعني. فهذه حالة التعايش التي أنا أدعو إليها.
المشروع الذي طرحه أخونا الدكتور إدريس موشي هو مشروع كبير الآن، قضية الأمة والدولة. أنا هنا قصرا غيرنا لا ما يهمك أيوة. دكتور. أيوة. عايز أقول يعني الترابط اللي تكلم عنه الأخ الدكتور إدريس موشي، عندي وجهة نظر أنا ما أتفق عليه معه، مع احترامي لوجهة نظره. يعني يوغوسلافيا كانت تسمى أمة واحدة تحت نظام اشتراكي، بقت قوميات، كروات، الكاثوليك، صربيا الأرثوذكس، بوسنيا المسلمين، ألبانيا دولة إسلامية، إسرائيل دولة قومية ذات عقيدة يهودية، فهي دولة يعني قومية فيها عرب، إيه نعم، ولكنهم ليسوا من أمة اليهود، ليسوا أمة. الأمة الإسلامية صحيح، الأمة الإسلامية هي أمة إسلامية تحتها أقليات، الأقليات هذه تقبل أن تكون جزء من الأمة الإسلامية، مثل ما كان زمان، يعني مثل ما كان الأقباط في مصر جزء من الأمة الإسلامية زمان، لكن الأقباط في مصر الآن هم جزء من الأمة الإسلامية؟ لا، ليسوا جزء من الأمة الإسلامية، جزء من الشعب المصري. وهكذا الآن نحن الآن نعيش في عصر الدولة القومية. فإنه تصور إنه إريتريا ده الشعب كده منسجم وشعب واحد وأمة واحدة وجذور واحد وما شاء الله هو شعب كويس، هذا أنا في نظري يعني تجاوز للواقع. يا أخلا دكتور إلى ما نحلم به، وشكرا لكم. I'm sorry I am under pressure. كيدو عصب حمش تدا جزاك الله خير. كتر خيرك. معلش أحمد قادي، أخ أحمد قادي. السلام عليكم. معلش كنت في شوية دخلت في مكان مزدحم. أول شيء أشكر الدكتور بروفيسور جلال الدين على تناوله لهذا الموضوع، وهو موضوع فيه فعلا موضوع كبير، علاقة الدين بالدولة وخصوصا وضع الدولة الإريترية، مع أنه المداخلات كلها ذهبت لنواحي أخرى. كنت أتمنى أن نركز فيها في علاقة الدين بالدولة والواقع الإريتري، يعني النظام السياسي في إريتريا وكيفية، وهو زي ما ذكر يعني استقلاله للدين، تحجيمه للدين من جانب واستقلاله من جانب آخر. يا جماعة أنا مسموع؟ أيوة. لذلك أصلا علاقة الدين بالدولة هو مشروع إلى الآن حتى في الدول المتقدمة أو الدول المدنية أو حتى العلمانية في الغرب. العلاقة بين المؤسسات الدينية أو الهيئات الدينية والدولة هي علاقة فيها علاقة تدافع برضو، يعني ما علاقة، لأن المجتمع في الدين نظرته لا يختلف مهما كان، كل الأديان نظرتها هي نظرة محافظة، اللي هو محافظة على المجتمع، على قيمه وأخلاقه، قضية برضو الإلحاد ومحاربته للجوانب الإلحادية وكلها، حتى العلاقات الإنسانية. لذلك كنت يعني أدار أركز في المسألة دي. ألا ترك أطرح سؤال في الآخر للدكتور اللي هو كنت داير أسأله في الأول، لكن لابد أن نبين المسألة دي. التحدي الكبير الآن ليس النظام السياسي فقط، بل هو الكونكشن من عندي ولا في كيفية؟ اوكي معلش احمد الصوت متقطع. ايوه احمد سوري مش موجود. لا موجود لكن ما قاعد تقطع. احيانا لما يدخل اتصال بيقطع صوت، انا بتصل بتكلم من التليفون. داير اتكلم في جزئيه التحدي بالنسبه للاديان كل الان. في المؤسسات الدينيه حتتواصل معنا بعد ما احمد ما قاعد نسمعك.
معلش اوكي باشاي ردي اوكي اسمع الله غدا ايوه ثانكيو كما يوعدكم انهم مرحبا يغني لنا زغبركا كل ابركتو بتعامل مسجن ناتي حتو انتايو قرب لعيني مالسي حاسه انا في بوليتيكا خيد دحرينا في هايمانوت خيد دارغا عقلي صبيب نمشيخ بالخيده مغنياتو تناي بوليتيكا نبين عينت سابجكت سلازخونه ناب تخكيد كلها شجري فترلك ابت هايمانوت تخكيد كلها ابت عد هذا الخناتات تريو ميلسكا استاي قبركا بزخونه انت حتى كالي كلتيو اب تاريخاو معبالنا حبر السب زركبيو هايمانوت يكون ولاتي دوله زبركا ستيت زبركايو بمعبالي اوشت معبالي حبر السب زمصي مالتيو اتي امنت دتفلالي خون خيل كم تمجمريا زبركايو ولا قدمي مسلمنا ولا قدم خريستنا زمص خوينو نناتو ولا بقرب زامن ولا بغند زامن ولا بنفاس زامن اب بحر زامن امنتي خمت زبلكايا مالتي خمري لو خمص خلو ديفلوبمنت ناتو اب سوشيال ديفلوبمنت اريو مالتيو معريو خاني بزح نغرات معبيدو كسعزي بصحنا هذا درجه سلازي تهايمانوت ناتو ترند لو معبدلو ولا حدا خلو ولا دحر محمد ون اندحرينايو ቅርንጫፋት እንዳገበረ ጨንፈራት እንዳገበረ ኸይዱ ማለት ነው በግዝፍ ዝበለ ምናልባት ሸዓ ሹኒልና ክንገብሮ ንኽእል ካልውን ኩሉ ኸይል ኾን ዝያዳ ስኻ ክትፈልጦ ትኽእል ትኸውን ወይ ካልኦት ከምኡ ካልእ ምዕባለታት እንዳምፅእ ኸይዱ ማለት ዘይምቅድ ዳዋት ኣብ መንጎ ትሽ ስቴትን ዶላን ኔሽንን ደይኮነ ጥራይ ደይኮነስ ኣብ ውሽጡ እውን ሃይማኖት ንባዕሉ ሽግራት ይፈጥር ክሳዕ ናብ ውግእ ደንፀባርቕ ክኸውን ማለት እዩ ስለዚ እሱ ናይ ገዛእ ርእሱ ምምሕዳር ኣለዎ እቲ ሃይማኖታት እቲ خالق ኔሽን ዶላን ስቴትን ዝበልናይ ኸ ናቱ ምምሕዳር ኣለዎ ሕጂ እዚኦም እንተዳ ኣብ ክጋጨው ኮይኖም ክተኣታተው ኮይኖም እንደገና ካልእ ኮንፍሊክት እዮም ዝፈጥሩ ከምዚ ብተግባር ንሪኦ ዘለና ጀስ ታሪኻዊ ምዕባለ ኣበይ ኣብፅሕና ኣሎ ካብ ዝነኣሰ ደረጃ ናብ ዝዓበየ ደረጃ ኣብፅሕና ኣብ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ኣብፅሕና ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ኣብፅሕና ሕጂ እውን እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብነት أبينا كأننا تحسسنا بمولو أب إريتران إثيوبيان توسنا دارجانا وإذا تكرخون كأنيو حجتنا ثنا دارجان عوق أتيلو برايرتنا عالم حجي أبنا يوكرين ناي راشان ناي أمريكان كوينو اللو مالتي ناي ويسترن وورلد ناي وعراشان شايرة كم ذا أمثل كوينو اللو مالتي كيرو نت برايرتنا ثنا زنا بري تهايمانوتات كأني أو وش تخا اللو مالتي كلهم جزاءتنا خمس خلوه نتي ናይ ሰላም ሚሽን ኣለዎ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሃይማኖት ሒዞም እዮም ዝመፁ ኮተሊኹን ትኾኖም ከንሻት ኮይኖም ገለ ይመፆም ምስፍሕፋሕ ናቶም ኣይፈጥሩ ከንሻ ናቱ ምስፍሕፋሕ አይፈጥር ኮተሊኽ ናቱ ምስፍሕፋሕ አይፈጥር ምስጥልያን ክመፅእ ከሎ ካልኦት ይመፁ እንድሕሪናዮም ብተግባር ሕጂ በፂሕና ንዓና ስራሕ ክእትውኻ እንድሕር ደልዮም ገለ ነገር ኣድቫንቴጅ ክህቡኻ እንድሕር ደልዮም ወዲ ሃይማኖቶም ክትከውን ኣለክ ከም ዘርከብናሉ ኣናተይ ጀነሬሽን مبزحة الحجي أبس مراز نوبرو ممهران أنا زفلتهم درجة خنيشة أم نيرم كتب لهم تغير كابا فحت تلك خاني كتولي خنيرم مالتي جميع نيرم مالتي زي عتهم كأسرع ولا خو توخان تقينهم ولا دخلنا نقدر أدفانتج كوبخا تقينهم وده هايمانتهم تكون لك لذي أب هايمانوت ديكتاتور شبالو أب بوليتيكا نيشن دبلنا نيشن هود دبلنا ولا ستيت سايد دبلنا فورميشن دبلنا ون ديكتاتور شبالو لو مشيت كاب زي سمع كو نغرات حنتي حنسا طلعت رئيسوا دكتور ادريس ديمقراسي تبهال قال حجي اي سمعكم ولا خاب دكتور جلال الدين اي سمعكم يجي مبزحته هايمانوت زتكور اي نيرو مالتي حجي اتترندنا هايمانوت مسلمنا كاب استحتنا ابز العالم مسين دحر كوينسي كما غير كتعقنا تخيل كتنغرنا حتغلصلنا تخيل ابز على درجانا هايمانوت ناف سلام غصو تقراربه بصحنا دلنا تبل ولا ساي بصحنا تزي بصحنا خسل منتاي كومون اتناي ناشونال ستيتنز بالكا خاني كاب تحت درجه جميرو كسع حج بصحنا يادلناسي ناب سلام غصودي مغنياتون منتاي خم بلكا زلخو نسلام يوم بسرحو كلهم عرقي ربحه أربعة تقص كاين مالتين كومود ما حد جديد
ينصاصغو يراخبو يفاقرو ينص ناي منصاغون اللوم ناي مفلايون اللوم ناي ربحاون اللوم يلكا حجي بخمس درجه خطعقنو خلخاسي ابي بصحنا تبل كلتيو شنات يغني لي ثانك يو شاركوا بواحد قلتهم طبعا ردي باشاي يشكر يقول انا طبعا كنت يعني احيانا نحتار نذهب الى السياسه فإلى الدوله والى الدين والدين الدوله ولكن طبعا الدين والدوله جاءوا في سياق تطور المجتمع الاريتري. الدين له يعني تطور وخطوات واضحه حتى طبعا حتى الدين الاسلامي فيما بعد الرسول طبعا حتى دخل في مشاكل في داخله فيما بينه. وايضا جميع القوى الاستعماريه يعني عندما اتوا يعني ياتون عن طريق الدين، والدين يستخدم في كل الحالات سواء كان عن طريق المؤسسات الدينيه او الدوله للاستخدام. فالاثنين نرى فيهم الاستبداد او المحبه لمن ينتمون اليهم او لمن يطيعونهم. وهذا رايناه طبعا حتى في فتره في اريتريا عندما تحصل التوظيف طبعا تحصل يعني ابناء الدين الواحد كانوا حظهم اوفر. على سبيل المثال توظيف المعلمين كان كثيرا ما يحتل من الدين من المتدينين بالانجليكانيه او البروتستانت اللي بنسميهم نحن في اريتريا او الكنيسه. طبعا يعني هذه يعني ان دل يدل انه الدوله تمارس الاستبداد والاديان ايضا تمارس الاستبداد والانحياز والمحبه. لكن سؤال اليوم هل الدين يعني وصل الى خطوات متقدمه لتحقيق السلام والتقارب؟ اذا كان الرد لا، لماذا لم نصل الى هذا المستوى؟ لماذا لو توصلنا الاديان اذا هذه المستوى بعد كل هذه الفتره؟ بتعمي مسكن دكتور جلال نقل لك حتتات تملس أشكر الأخ ردئي في مداخلته الجيدة والممتازة، والكلام اللي قاله عن الدين فعلا حقيقة. الدين يمر بمراحل تاريخية، وخلال المراحل التاريخية تحدث فيه تحولات وتبدلات في الدين نفسه وانقسامات وانشطارات، ولكن مع ذلك يظل الدين وثيق الصلة بالدولة. مع هذه الانقسامات اللي ذكرها الأخ ردئي في علاقة الدين بالدولة والتطور اللي يحدث في الدين، علاقته مع الدولة تظل باقية. ليش؟ لأن الدين هو أهم مؤثر في حياة المجتمع، وعشان كده يكون الصراع حول الدين بين الدولة وحملة الدين، لأنه كل واحد منهم عبر الدين عايز يؤثر في المجتمع. وأنتم تعرفوا التاريخ الأوروبي كيف حصل الصراع الديني، حرب 30 عاما بين البروتستانت والكاثوليك، وكيف أريقت دماء وأبيدت قرى وكلها من أجل الدين. هذه حقيقة أنا أتفق مع أخونا قيتو، أخونا ردي. أيوة ردي. أنا عايز أقول إحنا الآن ما قاعد نتكلم عن الدين، نتكلم عن أو خلينا أقول بعبارة أخرى، يجب أن نفرق بين الدين والتدين.
هل المشكلة في الدين أم المشكلة في التدين؟ إيش الفرق بين التدين والدين؟ التدين هو فهم الإنسان للدين ومحاولة إنزاله على الواقع في علاقاته مع غيره. فإذا كان مفهوما خاطئا النتيجة حتكون مفهوم خاطئ، حتؤدي إلى دمار. فنصحح فهم الناس للدين. الأديان الآن هو طرح أخونا ردئي طرح قضية السلام. هل الأديان أوصلتنا إلى السلام أم لا؟ لو إحنا جينا في الأديان كلها تدعو إلى السلام. في المسيحية مثلا في الإنجيل في طوبى لصانعي السلام، طوبى لصانعي السلام. وعيسى يقول من لطمك في خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، ومن سخرك ميلا فسر معه ميلين، ومن نزع عنك ثوبك فأعطيه الثاني. يعني إنه السلام. الإسلام يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، ولما يتقابل مع الناس يقول السلام عليكم. فالأديان كلها تنادي إلى السلام. لكن فين المشكلة؟ المشكلة في التدين. التدين هو فعل الإنسان ويدخل فيه كل ما يمكن أن يدخل في أي عمل. إذن مشكلتنا هي تدين الإنسان وليس دين الإنسان. فين وصلنا نحن حتى الآن بالأديان؟ هل أوصلتنا إلى السلام؟ أنا ذكرت في بداية المحاضرة الأديان وظفت في عمل سياسي. التدين حصل فيه جانب سياسي فدخلنا في حروب. إذن نحن نحتاج إلى مزيد من الحوار ومزيد من النقاش لقيام دولة تحترم كل الأديان دون أن تتبنى دين محدد، ودون أن تمنع دخول الدين في السياسة. وشكرا. شكرا. يرمى حاوي. እቲ ናይ ሃይማኖት ብታሪኻዊ መድረኽ ምሕላፉ ብዙሕ ሓጎስ ጎፀትን ምእታው ኩሉ ይሰማማዕ ምለኻ ምስ ኩሉ ግን ዝምድንኡ ምስ ደውላ ወይ ምስ መንግስቲ ቀጻሊ እዩ ነይሩ። እንተ ብኣውንታዊ እንተ ብኣሉታዊ ኩሉ ግዜ ዝምድንኡ ኣቋሪፁ ኣይፈልጥን። በዚ ዝምድናታት እዚ እውን ብዝተፈላለየ ምክንያቱ ኣብ ሕማቅ ክኸውን ከሎ ንገዛ ርእሱቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝርአናዮ ናይ 30 ዓመት ውግእን ሽግርን ርኢና ማለት እዩ ኣብ መንጎቲ ሃይማኖትን ደውላን ዝነበረ። ግን እቲ ሽግር ኣበይ ዘሎ? ኣብቲ ሃይማኖት ድዩ ወይስ ኣብቲ ሃይማኖታዊ ወይ ኣብቲ ሃይማኖተኛ? እቲ ሽግር ብርግፅ ኣብቲ ሃይማኖተኛ እዩ። ምክንያቱ ሃይማኖተኛ ምኳን ነቲ ሃይማኖት ብከመይ ትርድኦ ማለት እዩ። ስለዚ እንተደኣ ብውይ ተረዲእካዮ ብውይ ከዓ ተተግብሮ እሞ ኣብ ሽግር ይፍጠር ማለት እዩ። ኣብ ክርስትና እንተደኣ መፂና ንገዛ ርእሱ ክርስቶስ ከም ዝብሎ የማናይ ምዕጉርትኻ ዝሃርመካ ካልኣይ ምዕጉርትኻ ሃቦ ዝብል፣ ከምኡ እውን ሓደ ክዳንካ ዝወሰደልካ ካልኣይ ክዳንካ ደጊምካ ሃቦ ይብል። እዚ ኩሉ ንገዛ ርእሱ ንሰላምን ንፍቅርን ዝሕብርን እዩ። ከምኡ እውን ኣብ እስልምና እንተደኣ መፂና ኣነ እግዚኣብሔር ሰላም እየ ሰላም ከዓ ንዓኹም ይኹን ይብል። ኣብ ሰላምና እውን ኩሉ ግዜ ሰላም ንዓኹም ይኹን ዝብል ነገር። ስለዚ እቲ ሽግር ናይ ሃይማኖተኛ እዩ። እቲ ሃይማኖተኛ ብፍላይ እቲ ሃይማኖት ፖለቲካ ምስ ዝኣትዎ ከዓ እቲ ሽግር ዝያዳ ይኸውን። ስለዚ ኣብዚ ንሕና ንገዛ ርእሱ ንፅውዖን ክህልወናን ዘለዎ እታ እትህልወና ደውላ ነፃ ካብ ኩሉ ሃይማኖታት ኮይና ነኩሉ ሃይማኖታት ከዓ ብማዕረ
እትሪኦ ምስ እትኸውን እቲ ሰላምን እቲ ምርግጋእን ናይቲ ሕብረተሰብ ክረጋገጽ ይኽእል ስለዚ ንሕና ነዛ ዓይነት እዚኣ ደውላ ንምፍጣር ብቐጻሊ ክንዛተን ብቐጻሊ ክንራኸብን ብቐጻሊ እንካን ሃባን ክንበሃሃልን ኣሎና በዚ ኣቢልና ጥራሕ ኢና ክንገብሮ ንኽእል ስጋብ ሕጂ ተረጋጊጹ ዶ ንዝብል ግን ኩሉ እቲ ክትገልጾ ፀናሕካ ዘይተረጋገጸሉ ምክንያት ንገዛ ርእሱ እቲ ሃይማኖተኛ ነቲ ፖለቲካ ወይ ውን እቲ ፖለቲካ ብነፃ ነቲ ኩሉ ሃይማኖታት ዝርኢ ስጋብ ዘይፈጠረ እቲ ነገር ክፍጠር ኣይክእልን እዩ ፃዕርና ከዓ ነዚ ነታ ትህልወና ደውላ ንኩሉ ብማዕረ ትጥምት ንኩሉ ብማዕረ ትርኢ ንኩሉ ብማዕረ ተቅርብ ምስ ትኸውን እቲ ሰላም ንብሎ ክረጋገጽ ይከኣል ስለዚ እቲ ትሽግር ኣብቲ እምነት ዘይኮነ ኣብቶም ኣመንቲ ከመይ ነቲ እምነት ይርድእዎ እዩ ሕጂ ተራኻ ግርማይ ኦኬ ኣነ እንታይ ክብል ደልየ ማለት ዶክተር ኣይ ይሰማዓኒ ይኸውን ኣይሰማዓንን ይኸውን ውን ግን ንሕና ኩሉ ግዜ እታ እትህልወና ደውላ ዕልማናዊት ደውላ ክትህልወና ኣለዋን እዛ ዕልማናዊት ደውላ እዚኣ ኣሎ ባይ ዘ ወይ ኣሎ ግርማይ እዛ ዕልማናዊት ደውላ እዚኣ ኩላህና ማለት ተፈላለዩ ሰባት ነናቶም ገለፃ ክብላ ይኽእሉ ዋላ ብሸነኽ እስላማውያን ወይ ብምስልምና ዕልማናዊት ክንብል እንከለና ሃይማኖት ካብቲ ህዝቢ እትምንዝዕ ናጽነታት ናይ ሃይማኖት ዘይትፈቅድ ማለት ኣይኮነን ዋላ ውን እዛ ደውላ መደንያ ንብላውን ከይዳ ንዑያ እትመስል ንገዛ ርእሱ ዶክተር ዓሊ ንዕም ኣብ ኢስላም and secular state ኣብ ዝብል ንሴኩላር ክገልፃ እንከሎ ከም ሓደ ይፈልጦ ይኸውን ፕሮፌሰር ጀላል ሓንቲ ደውላ ወይ ሓንቲ ስቴት ካብ ህዝቢ ሃይማኖት ዘይትምንዝዕ ንሃይማኖታት ከዓ ብኩሉ ብማዕረ እትርኢ ስለዚ ንሕና ውን ኣይመስለካን ዶ ዶክተር ሎሚ ኣብ ኤርትራ እተድልየና እታ ደውላ ናሕና ንኩሎም እምነታትና ብማዕረ እትሪኦም ካብ እምነታትና እትኸስብ እምነታትና ከዓ ካብኣ ዝኸስቡ ገይሩ ዝርአ ዝምድናታት ክፍጠር ኣሎ ከመይ ከም ትቅድም ኣቢልና ዝበልናዮ ዝበልካዮ ንስኻ ውን ሕብረተሰብ ሓደ ጥዑይ ርቡሕ ሕብረተሰብ ንምህናፅ እቲ ደውላ ይፅዕር እተን እምነታት ውን ሓደ ቁኑዕ ሕብረተሰብ ኩሉ ብቀዳማይ ደረጃ ቁኑዕ ሰብ ክፉእ ዘይገብር ሕማቕ ዘይገብር ኣብ ፅያፍ ዘይውዕል ክገብራ ይፅዕራ ስለዚ እዚ እዘን እምነታት እዚኣተን ነቲ መንግስቲ ይጠቕምኦ እቲ መንግስቲ ድማ ንዐን ይጠቕመን ከመይ ብነፃ ትምህርተን ከካይዳ ብነፃ ንኣመንተን ክሰብካ ብነፃ ናተን ሪቹዋልስ ወይ ናተን ሪቹዋል ከካይዳ ይፈቅደለን ስለዚ እዚ ዝምድና እዚ ዘለዎ ዶ ማለትና ኣይኮነን ሓደ ዕልማናዊ ክንብል እንከለና ኣብ ካልእ መግለፂ ክህልዎ ይኽእል እዩ ግን ነናህና መግለፂታት ንዕልማንነት ከም ዘሎና ውን ንርኢ ኣለና ሓደ ካብኡ ካብ ዝርአኽዎ ከም ዶክተር ዓሊ ንዕም ርኢ ኣለኹ ኣነ ኣብ ገዛእ ርእሱ እንታይ ይርኢ ኣብ ሴኩላር ስቴት ኣብ ሱዳን ክትህሉ ረብሓ ናይቲ ኩለን እምነታት ናይ ሱዳን እዩ ስለዚ ከመይ ትሪኦ እስኻ ዶክተር እዚ اللي أنا فهمته من كلام الأخ قرماي إن الدولة الإريترية الممكن تفيد كل الأديان وتستفيد منها كل المعتقدات في المجتمع الإريتري
يمكن أن نسميها بالدولة العلمانية. والدولة العلمانية حسب كلام النعيمي هي مكسب لكل الأديان. في السودان لو كانت فيه دولة علمانية سيكون ربحا لكل الأديان الموجودة في السودان. ونحن في إريتريا أيضا إذا أقمنا دولة علمانية فستكون الفائدة لكل الأديان. ولما نقول دولة علمانية ما قاعد نقول الدولة العلمانية اللي تقف ضد الدين أو تحارب المعتقدات الدينية أو تضيق عليهم، وإنما نقصد الدولة المحايدة اللي تقف من الجميع موقف على مسافة واحدة، وهذا هو الموقف الإيجابي. كيف ترى أنت في هذه الرؤية؟ هل تتفق معها أم تختلف معها؟ لأن الدولة المدنية في حد ذاتها الذي نسميها دولة مدنية ربما تنتهي إلى ما نسميه الدولة العلمانية. ما أدري، أنا كلام الأخ جرماي إذا كانت ترجمتي إلى العربية صحيحة فممكن 100% فهمت كويس. أنا ما حنختلف في المصطلحات، ولكن سأتفق مع جرماي. والمحاضرة اللي احنا تكلمنا فيها هي أنا قلت الدولة هي جهاز إداري. جهاز إداري معناها جهاز ليس عقائدي، لا يتبنى عقيدة بعينها. وأخونا أحمد نافع في مداخلته قال الدولة جهاز لضبط المجتمع، فهي تضبط المجتمع وتدير أموره وتكون محايدة وتكون إيجابية من كل الأديان وتعطي الأديان حريتها في الدعوة في النقاش. الكلام اللي قلته أنا ما عندي مانع، أتفق مع هذه الرؤية. وإذا سماها واحد علماني فليسميها، ما عنديش مشكلة. وإذا سميتها أنا دولة مدنية ما فيش مشكلة، أو أنا واحد يسميها دولة التوافق الوطني، كلنا بنتوافق فيها، يعني دولة تتوافق فيها كلنا. لكن لما نجي لأنه كلمة علمانية بتدي معنى مطاط يجب أن نعرفها نحن العلمانية اللي احنا نقصدها، لأنه عندنا العلمانية الفرنسية. العلمانية الفرنسية هي تضيق على الدين، مثلا تقول لك يا أخي ما تلبس الحجاب في المدرسة، أو مثلا العلامات الدينية ما تكون في الرأي العام. يعني عندنا علمانية أتاتورك، وعندنا علمانية بريطانيا. في علمانية بريطانيا الملكة هي من تنسب قص كنتربري. القص كنتربري تنسبه الملكة، والملكة هي راعية الدين، والملكة تعتبر يعني هي راعية المسيحية. ولكن المسلمين في بريطانيا يعني القانون لا يضايقهم لما تعمل حجاب أو تبني مدارس أو كذا يعني. فما في معنى. المهم نعرف العلمانية. الآن أساس أفورقي في داخل إريتريا باسم العلمانية قاعد يعتدي على الدين. فأنت الآن لو سألت أساس وقلت له إيش هي الدولة حيقول لك دولة علمانية. إحنا سيكولار ستيت، وباسم سيكولار ستيت قاعد يتدخل في الكنيسة، قاعد يتدخل في شؤون الإفتاء، يتدخل في كل شيء، في التعليم الديني، في كل شيء يسادره، ويقول لك التعليم يجب أن يكون علماني، الاقتصاد يجب أن يكون علماني، كل شيء علماني. إذن عايزين تعريف للعلمانية. وشكرا. طبعا دكتور علماني دوم بلنا اساس I don't think ما قدسه كمان مع كل احترامي. دكتور جلال إذا كان سمحت، أنا عندي شخصين مش ممكن أقول لهم مع السلامة. لا ما عندي مانع، أنا ما عندي. ما عندك تفضل. مانع.
صبق كتر خيرك إذا جزا خا أنت زي فتيدة بزي محله حوي عند برهان حوي عند برهان تنقس مثلا كاب حوي عيسى أولا دي الأخ عيسى بعدين عند برهان قدمي خايد العيد نير عمي خيب لك أخين إسكايل يا أخ عيسى والله طبعا أشكر كل الحضور، بس أنا داير أسأل ليه الناس اللي قافلين الكاميرات هم شنو؟ ليه قافلين؟ وليه جايين إذا يقفلوا كاميرات؟ وكيف تعرفهم؟ أنا ربما طلبتك الطارئ يوجدوا وأخركم تكونوا طلبتهم، لكن الواحد أنا ما أعرف إيش السبب، وده مفهوم إيش هو هل هو علماني ولا ديني ولا حضاري ولا إيش هو؟ فما ممكن طبعا الناس ما دامت حاضرين كلنا لازم نشوف بعض ونعرف بعض. تاني الحقيقة أنا صمم محاضرة البروف جلال، طبعا أنا بعرفه من طفولته وهو من الطلاب النبغاء، وحتى كل اسمه بامتياز كان من بكالوريوس إلى ماجستير إلى دكتوراه، فإمكانياته عالية، وبعدين راجل مطالع ويقرأ كل شيء. فهو طبعا محاضرته جامل فيها، لأنه ده الناس لازم نحن كمجتمع مسيحيين ومسلمين ناخذ بمشاعر بعض. أنا ولدت بين سنحيت، والسنحيت طبعا هم خيرة الشعب الإريتري، المسلم والمسيحي ما تقدر تعرفهم، ملابسهم واحدة، أكلهم واحد، زواجهم واحد، كل شيء. المسيحي اسمه محمد، المسلم اسمه حغوس أو تصفى قرقيس أو تصفى ماريا، والمسيحي محمد وإدريس وعثمان وعلي. وحتى في ملابسهم، وحتى أيام لما كانوا يقتلوا المسلمين قايلين هم في السليب عنده عشان تخش أنا المسيح المرأة هو الراجل يقتلوهم، كانوا السنحيت. فديل من خيرة الشعب الإريتري، ما أعرف حتى المرض عشان ما يجيهم، وما أظن يجيهم كمان، لأنه شعب طيب بطينته وفي كل شيء، والشعب الإريتري كله طيب. والكلام اللي قاعدين تقولوا له بالنسبة لي أنا كله جديد، هو طبعا لا أعرفه في الثانوية، لا أعرفه في الكلية، لا في الجامعة، لا كمسؤول، لا كمعلم، في أشياء بسيطة بس حماسين سرايا كل جزايا بعد المرات يقعدوا مع بعض، ونحن المسلمين كنا نقعد مع بعض. حتى جات الأميات ومسائل ومسائب وكل شيء. وعليه طبعا أنا أسمن محاضرة الدكتور البروف كانت ممتازة جدا، ولو خلوتوها في إطارها كان يكون أفضل. بعدين يا جماعة ما تسترسلوا، لأنه أنا واحد من النوع اللي أنوم ساعة بعد صلاة العشاء مباشرة، وأقوم ساعة 3 حتى ساعة أكون كملت نومي وقمت. فحاولوا بقدر الإمكان يكون مختصر، كما الإدارة كانت ممتازة جدا. من ربما تلميذ يكون بيتهم مبرهته ولا محرتها مبرهته سبالغة مبرهته. وقرمايدة تلميذ هو من خيرة طلبته، من طلبة النجباء، وكنت أعرف طبعا من طلابي هنا ما فيش. فحاولوا. بعدين ما ممكن الواحد اللي يعرفه يقول يا جماعة ما ممكن الناس ما تتعايش بهذه الطريقة. الناس نعم في مرارات، المرارات دي مستوردة، والاستعمار العالمي أصله هي دبي ضروري. الشعب العالم الثالث عشان يستفيد من خيراته الكثيرة دائما عشان دايرين يخليهم يتخلف ويتقاتل ويتسارع، وإلا طبعا بيطبعوا العالم الثالث يكاد يكون أكثر سلاما وحضارة من العالم الراقي اللي يقول له. فما تحاولوا تجروا الأشياء، ما ممكن معناها السلبيات بس نبحث. فكانت ممتازة جدا، وبالذات لو كنا ركزنا في الموضوع كانت. والترجمة طبعا ما فيها كلام، والإدارة ممتازة. فأنا أقول بس الناس اللي نحن النساء هم اللي يخطفوا تخش ما رجال ولا إكرار. أما الرجل طبعا، وكيف ليه ما نتعرف؟ ليه ما نشوف بعض؟ نخاف من بعض؟
وشكرا لكم. وبس أنا أتمنى ما داير أتكلم لأنه طبعا بالذات أنا بعرف أشياء كثيرة وعاشرت كثير، عملتها مع الجبهة وعملتها مع الحركة وعملتها ولا زلت قاعد أعمل فيه، مع أنه العمل ده كاره، لكن طبعا بقى مبسوط فيه الواحد قاعد يعمل فيه ويتألم عشان يشوف شعب مشتت. لازم يكون حاولوا تجمعوا أكثر مما تفرقوا، وحساسيات دي بعدوها موجودة شايفيننا عايشيننا، لكن كيف نحن نصححها بالتي هي أحسن، نفكر في دي. وضحنكم وسلامتكم. سلام هابكا. شكرا دكتور أستاذ عيسى، أستاذنا وعلى يده تربينا ومربي عظيم، عرفناه من كرن وإحنا صغار، وعرفناه مناضل، وعملنا معا في الحركة الإسلامية مع بعض، ودائما أستاذ بيعمل على تجميع الشعب الإريتري وعلى وحدة الشعب الإريتري، ودائما بيركز في هذه القضية، وهو من خيرة الأساتذة اللي أسهموا في بناء الإنسان الإريتري من عهد الإمبراطور هيلي سلاسي إلى عهد الثورة، وما زال حتى هذه اللحظة يعمل في مصلحة الشعب الإريتري. وشكرا له على هذه النصيحة، وإحنا طلابه ومن تلامذته. أدمي يقصل لك تعنا ملؤ يهابك أستاذ يعني لنا قرماي تقول لك هذه واتي كبر ممهري ممهر يشتغل عند أخي ممهر قال له مثلا نزب عالقن مبالكون يري نتاي قبلنا صنيح ممهر عيسى قد عين نجر أبز كلها هناك كنزاتي كنزارب مسينان كلنا سنتعينا قصنا حبينا وحداتين تن كاميراتات تخفيتن زلواس لزيز صبوق ايكونن يوزبل نيرو سلازي كلها ناقصنا قلعنان تتزاربنا صبوق يون اللالين فالت بدكتور جلال الدين انت داخوينو كابس انوتو يزفلتو ادمنت عنان كهبوب كله تي غعزوتات نايت مرتون نيره نحنا كم إريتراويان حدا خنقبرو زلنا قدم سمعيتاتنا كنخبر كنكإلال لنا فلولياتنا كنكبابر كنكإلال لنا أنا أبكرن كابكرن أبكرن منيو إسلامي منيو كريستيان من أبزين كرن يكون أنا أتحشل يتوليدي هو أبزي بلين قابو أبزين اللي يقولوا بداي نيرو أبسمت راح هذا حرك أنا اللي كترلالة تغل مني من مقانو كن بزوح جزية بزوح زربا بزوان زي بزعزازية مونغونا زلوف للي نعاي بحكي قاشايو سلازي أبزي بداي زي نحنا بزح أبتي زفلالينا وي أبتي زحلفنا يوم الرتات أنت زي تكورنا تايد أبتي زترنفرنا أبتي زت حبابرنا زت حقاقفنا أنت أفكرنا صدقيو قال أي كأ زي كل جزية إنه قبرنا أفسكن هرو جزية مش كل كنتات عبد المتعتيف كحسر أنت بله يحيش سلازي أنا أبزز اللخوع عدمي قدم الحركة دحارة بتحقيق حجو وين جينا يقصر اللخو سلازي تي سرحنا كل جزية ناي حوافن أرنافن زك خون اللو يبل كل جزية كم زعينة أون تاو الرأي من نحن كهلونا يجبا زخ أيو في حواق فنان كراخ بنان زخل إلو بعد دكتور جلال الدين كل جزية كابنا وح جزية سلطان دكتور عيسى السيد
أكابي حساب مالت أكابي حسابن أقرار بحسابن أو هذا حسابن كم قراب أنت زي كوينو كاب زخونة يكون نجر كبلون كيسرحون ويكتنبهون رأيهم أي فلتن بزخاء كمسجنون يدلي خبل تانيحو زي ودينا ودي له خانة تبحلك ممهر عيسى كمزي له كل جزء مسانا تمالي مسانا مسيو أنا كريوم من كل خو بتاعني سكف عبزعد مزي كعرفوا له مالت كالك خونو له زلو خونو جزء جن ستيل كابن سمتنا كاليونا سنحوم من دجنا ونقدرنا كاليونا من صوم بطعمي كم مسجانا حليف كخالي تبلي عدمنت عناني حبو ايوه حقها Thank you very much. حقها نحن ونعدل لنا تاتينا لكن نقع كأزن خالك نقع لنا كله أركب كله أخلني حوي عند بران أي مودة تاخذكم لنا تسمع قبل سلام جزانا خمين لهم قاعد حن مسألة بروفيسور جلال الدين كلمة يجون مسيخان يركا مثلني ناتي حتى انتايو مالت زي هايمانوتن منغستن نايم في الله حدا سيكولار سرعات كبال كله سي منغستي اب هايمانوت زي اتو هايمانوتون اب منغست زي اتو غيركا زغلص حفشاوي زغونه مغلص አለዎ اب ناي ሃይማኖት በቀንዱሲ ጸገም ይብሉኒ ሃይማኖት ከም ሃይማኖት ናይ ዝኹን ይኹን ሃይማኖት ቅቡል እዩ እንተዳ ፖለቲሳይዝ ጌርካዮ ግን ኣብ ሕብረተሰብ ጸገም ይምጽዩ ኣብ ዓለምና ንሪኦ ዘለና ፖለቲሳይዝ በመግባር ዝመጸንበር ሃይማኖታት ነንሕድሕድን ጸገም ስለዘምጻ አይመስለንን ስለዚህ አነ ካብዚ ተበግሰ እንታይ ዝብል ኩሉ ግዜ ፖለቲሳይዝ ምግባር ንሃገር ሓደጋ ስለዝገብር ኣብነት ናይ ሊብናን እንተዳወሲድና ሊብናን በመሰረቱ ናታ ኮንስቲቱሽን ኣብ ሃይማኖት ተሰረተ ወይ ካ ኮንፌሽናሊዝም ፖለቲካል ሲስተም ስለዝኾነ በሃይማኖት መስርዕ ዝገበረ ስትራክቸር ናይቲ መንግስቲ ዘሎ ሓደ ካብቲ ጸገም ኢሎም ናይቲ ከባቢቲ ምሁራቱን ከተፈላለዩ ሰባቱን ዝዛረብዎ በመሰረቱ እዚ ሃይማኖት ቅርጽ በመህላው ዝመጸ ሓደ ካብቲ ናይ ሊብናን ጸገም ስለዚ ስጋው ውግሕ ሕድሕድ ዝበጽሑን ህጁን ናይ ሃገሮም ልዕልና ልዕላውነት ከረጋግጹ ዘይከኣሉ ኣብ መንጎ እቲ ሕብረተሰብ ፍልሊ ስለዘሎ ብኡ መልክዕ ፖለቲሳይዝ ስለዝገበረው እዩ ዝብል መግለጽታት ኣሎ ከም በዓል መኒ ትብሎ ዝናይ ወዲ ጆርዳን ዘሎ መርዋን ሙዓሸር the second Arab awakening ab ዝብል መጽሐፉን እንታይ ዝብል ዓረብ ሞዛይክ ሶሳይቲ ስለዝኾነ አክንዲ ኩሉና ሓደ ጨፍሊካ ትኸይድ በብናቱ በብናቱ ወይ ቋንቋው ባህሉ ሁሉ ተሐሊሉ ሓደ ፕሉራሊዝም ኣብ ሃገራት ዓረብ ክልዓልን ናይ ዝወለዶዚ ሕቶ ንሱ ይዝብል ስለዚ ንሓደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክትተክል ብኡ ኣቢልካ ከዓ ኢኮኖሚያውን ፖለቲካውን ስርዓት ክትተክል ከለኻ ምስኡ ዝመጽእ ምዕባለውን ኣሎ ሓደ ሕብረተሰብ at the end of the day ምዕባለ ንብሎ ተቆጠባው ምዕባለ እቲ ሚድል ክላስ ሶሳይቲ መፍጣሪ በዝናትካ አረዳዳ እስኪ ሓንተ ሃገር ተቀስ በዚህ ጂ እንስኻት ብሎ ዘለኻ ሃይማኖትን መንግስትን ተደጋጋፋይን በሐንሳብ ዝኸይድን ትብሎ ዘለኻሲ በዚህ መልክዕ ዝኸደት ሃገርሞ ኣብ ምዕባለ ዝመጸት ንሕብረተሰባ ከም ሊብናን ዘይከፋፈለት ሃገር ኣላ ዝብልሲ ሓደ እስኪ ከም ጠቕሲ ጠቐሰለይ
ምክንያቱም እዚ ሃጃኒ በቃ ዘለኹን ሊብናን ጠቂሰ ኣለኹ ንስኻ በትናት ካረዳዳእሲ እዚ ሃገር ኣላ ኣብ ኢኮኖሚ ኣብ ፖለቲካ ኣብ ማሕበራዊ ፍትሒ ኣብ ኮኤግዚስተንስ ናይ ህዝቢ ክመፅእ ዘምፀአት በዚ መዐቀኒ እዚ ኢልካ ክጠቕሰልና ዶ ትኽእል ይቕኒየለይ فهمت سؤاله دكتور؟ فهمت شويه بالاختصار هو قال هل في دولة حسب ما أنت شرحتها إنه دولة يعني تعمل بتعاون بين الدولة والدين أن نحتذى بها كمثال أو كنأخذها كمثال وحققت تقدم وازدهار وتطور. هل في دولة؟ أما أنا أذكر لك ممكن دولة التي أسست على أساس الديانة أو الديانات اللي هي لبنان دخلت في حروب أهلية في فترة من الفترات والآن أيضا وصلت إلى درجة أنه لم تتمكن من الحفاظ على السيادة الوطنية. أيوة جميل. لبنان كنموذج للدولة الطائفية. احنا طبعا يجب ان نميز بين الطائفة الدينية والطائفية السياسية. على كل حال دي قضية اخرى ممكن الناس تتناولها في جانب انه في فلسفة تشوف الطائفية هي في حد ذاتها طريق للتعايش السلمي. الاعتراف بالطائفية من حيث هي واقع طريق للتعايش السلمي. ويضربوا لبنان يقولوا إذا حصل أي اختلال في الطوائف الدينية من حيث تقاسم السلطة والثروة لبنان يدخل في حرب. ولما توزع السلطة والثروة على أساس المعتقدات الدينية لبنان يعيش في سلام. فالدستور اللبناني ينص على أن رئيس الدولة لازم يكون مسيحي ماروني. رئيس الوزراء يكون مسلم. رئيس البرلمان يكون شيعي. رئيس الوزراء يكون مسلم سني. رئيس البرلمان يكون شيعي وكذا. والدروز عندهم شيء والأشم، لأنه قالوا أي اختلال في التوازنات الطائفية يؤدي إلى سحق لبنان ودخوله في حرب. فهنا الطائفية ينظر إليها كعنصر أو عامل من عوامل السلام والاستقرار، فهي نظرة إيجابية بالنسبة للبنان. في ناس في لبنان عايزين ينهوا التركيبة الطائفية. طبعا دي يحبهم أن يكون، لكن لا يمكن لبنان أن يعيش بدون التوافق الطائفي. السؤال اللي طرحه علي، هل هنالك دولة جعلت الدين والدولة يتعاونان ويجسدان الاستقرار والتقدم في العالم؟ أقول نعم. خليني أضرب لك مثل. إسرائيل دولة دينية قومية. اليهودية تتعاون مع الصهيونية، والصهيونية حركة سياسية ذات منطلقات دينية، وسمي الصهيون باسم جبل في فلسطين، واحنا نقول بالتقرينيا دبرتسيون ودبر صهيون. فصهيون هو جبل، اسم جبل مقدس في أرض فلسطين. هرتزل وجولدا مائير والقيادات الإسرائيلية ليست متدينة، لا تؤمن بالدين. حتى هرتزل ما كان يعرف العبرية وهو أبو الصهيونية، لكنه رأى أن الدولة اليهودية ما يمكن تقوم من غير التعبئة الدينية.
وأقنع اليهود على هذا الأساس، وكانت الهجرة إلى فلسطين. والدين الآن الصهيونية مرتبطة بالدين، وهنالك في داخل إسرائيل أحزاب دينية تنطلق من الدين وتشارك في الحكومة ضمن العملية الانتخابية، والقانون يعترف بحقها وتقدم آرائها الدينية، طبعا ضمن الكيان الصهيوني الإسرائيلي. لو أخذنا مثلا بريطانيا دولة متسالحة مع الدين وليست متعادية مع الدين، ومعظم دول أوروبا تصالحت مع الدين ولم تعادي الدين، إلا الاتحاد السوفيتي المعسكر الشرقي هذا عاد الدين. هذه نقطة. النقطة الثانية، إحنا ممكن بعدين من خلال تجربتنا ممكن إحنا نمثل تجربة نموذجية. نحن نبدع، إحنا الإريتريين نبدع من أجل إيجاد دولة متوافقة تحترم الدين والدين يحترمها ويسهم في بنائها وتسهم في حمايته، وضمن الإبداع البشري نقدم نموذج إريتري يتعايش، يقدم نموذج في تعايش الدين والدولة. وهذا النموذج ممكن يتطور من خلال مراكز دراسات تتكون، من خلال ندوات كل مرة يقيم كيف أي مرحلة وصل، ما هو الخلل الذي يجب أن يسد، كيف نطوره، إلى أن نقدم نموذج، وبعدين نقول هذه هي التجربة الإريترية ونقدمها للعالم إلى دول أخرى عشان تأخذ بها. وشكرا. كتر خيرك تعمي مسجن قرماي تقول لك هذه. اوكي. هو خلاص. في لبنان كم سكتيريان ستيت مأمان وي بحبار ናይ ምንባር ውሕስነቶም እዩ። ምክንያቱ ፀጋታትን ስልጣንን ኣብቶም ሴክትስ ዝመቃቀል እዩ። እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ብሓባር ናይ ምህላዎምን ሓይሊ ሚዛን ከይተመዛበለ ክኸይድ ካብ ዝገበረ ረቃሒ እዩ። ኣብ ልላም ነዚ ዘደልዩ ገለገለ ሓይልታት ክህልው ይኽእሉ እዮም፣ ግን ልብናን ብዘይዚ ክትህሉ ኣይትኽእል እያ። ስለዚ ብዙሓት ብደገ ክርአ እንከሎ እቲ ናይ ልብናን ምርግጋእን ሰላምን ወይ እውን እቲ ዘላቶ ከምዚ ልብናን ኮይና ክትከይድ ካብ ዘቐፀላ ንገዛርሱ እቲ ሴክቴርያን ኣቋቁማ ናታ እዩ። ምክንያቱ ከም ንሪኦ እቲ ኩሉ ነገር ኣብ እቲ መራሒ ክርስቲያን ኮይኑ ማሮናዊ ክኸውን ኣለዎ፣ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ሱኒ ክኸውን ኣለዎ፣ እቲ ኣፈ ጉባኤ ሺዒ ክኸውን ኣለዎ፣ ከምኡ እውን እቶም ዱርዝ እውን ይህልዎም ይኸውን። ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ከምድሮም ዝኸኣለ እዩ። ምሳሌ ኣብ መንጎ እምነትን ደውላን ምትእስሳር ወይ ዝምድና ኣወንታዊ ዝምድና ተገይሩ ዝቐፀለትን ዝዓበየትን ሃገር ኣላ ዶ ንዝበልካዮ ብቐሊሉ እስራኤል ክንወስድ ንኽእል። እስራኤል እቶም ጽዮናውያን ፖለቲካዊ ሓይሊ እዩ፣ እቲ ናይ ኣይሁድ ከዓ እቲ እምነት እዩ። ግን እዚ ፖለቲካዊ ሓይሊ እዚ ገዛርሱ ብስም ሓደ ኣብ ፍልስጢን ዝርከብ ደብረ ጽዮን ዝበሃል ቦታ ወይ ጎቦ ጽዮን ብኡ እዮም ዝስየሙ። ገለ ካብኣቶም ነዚ እዚ ጽዮናዊ ሓይሊ ንእስራኤል መፂኡ ሃገረ እስራኤል ክሃንፅ እንከሎ ንገዛርሱ ናይ ዕብራይስጥ ዝፈልጥ ቋንቋውን ዝፈልጥ ኣይነበሮም ኮይኑ፣ ግን እቲ እምነት ናይ ኣይሁድ እምነት ነቲ ደውላ ሓይሊ ስለዝኾነ ክኾነ ምዃኑ ተረዲኦም
ንገዛእ ርእሱ ኣብዚ ጎስጓሳት ከካይድ ካብ ዝገበርዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ ናይ ሃይማኖት ውድባት ዊን ኣለዋ ወይ ሰልፍታት ዊን ኣለዋ እዘን ሰልፍታት እዚኣተን ግን ኣብ ክሊ እቲ ደውላ ናይቲ ደውላ ሕጊ ተመርኩሰን ናተን እምነትን ናተን ሃይማኖታዊ ትእዛዛትን ዝፈልጦ ዝእዝዞ ንክኸውን ይገብራ ስለዚ እስራኤል ሓንቲ ካብዚ ኣይነይቲ ሃገር ትጠቅስ ዝበልካ ሓንቲ ሃገር እያ ኣብ እንግሊዝ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እንተደኣኺድና እውን ሎሚ እቲ እታ ንግስቲ ናይቲ እምነት ላዕለዋይ ማለት መኻሪት ወይ ናቱ ምስኡ ዘለዋ ዝምድና ካብ ዘርእየካ እዩ ካልእ ኣብ ኤውሮፓ ሎሚ ብዘይካ ሶቪየት ሕብረት ኩለን ምስቲ ዝነበረን ምስቲ ዘለዎን እምነት ተዓሪቐን ተሰማሚዐን ዝኸዳ እየን ካብዚ ሓሊፉ ግን ንሕና ኤርትራውያን ንሕና ምህዞ ኣብ መንጎ እታ ናህና ደውላን እተን ዘለዋና እምነትን ዝምድናን ምትሕቋፍን ምዝማድን ተፈጢሩ ንኻልእ ኣርኣያ ክኸውን ዝኽእል ክንምህዝን ክንፈጥርን ንኽእል ኢና እዚ ግን ብቐፃሊ ምርኻብን ብቐፃሊ ናይ መፅናዕቲ ትካላትን ሃልዮምና ክንገብሮ እንኽእል እዩ ስለዚ ዘይግበረሉ ምክንያትን ዋላ ሓንቲ የሎን ክግበር ይከኣል እዩ ስለዚ ንሕና ኤርትራውያን ናህና ከመይ ጌርና እምነታትናን ናህና ደውላን ተሓቋቂፎምን ተዛዲዶምን ንዕብየት ናይ ሕብረተሰብናን ንዕብረት ሃገርናን ክሰርሑ ይኽእሉ ናህና ምህዞን ናህና ፈጠራን ክህልወና ኣለዎ ይብል ኣብዚኣ ወዲየ ኣለኹ የቐኒየለይ ክብረት ይሃበልና ግርማይ ሓወይ ኣብዚ ጥቃይ ነርካ ተተኸውን ሕጂ ኣው ዝተባለካ ማይ دكتور جلال بطعمي نمسجن احنا خم بسنتنا ادمين نقوم وكيل نايب حقي مسجنك شكرا علي نيرو كم تازبل كيا ولا في اللي انتلنا بحبار كنسرحنا ولا في اللي انتلنا اب حدا بحنسا كنبرينا لذي كابزز تبقس زخون يكون كا ما أصدا ملكنا بينو طبعنا بينو كلتنا بينو قنقنا زرقنا بينو أب حدا هاجر كنا برجن أخلو كلو الناس أجايو تعمشات كبلكم يا نخلكم أب قديو وانا كم نايب على حوي صلاح ونادر زو قبروه حخلي لهم بدي حريت قص اليوم نتجاه شافان يوم I'm not going to close it نحرهم وحاجة تدلي خونكم لكن دكتور صلاح and حوي جرماي and كلهم أدمينا بزجاز حزم سيخهم بتن كتحجزنا كبرت يسمع يهابكم أسأل خمسة بحبار كنسرح بحال ساعة كنبر ترى دادينا حنكيت كا نمع بالله أملاخي حجزنا حخلة زبالة يترف حخلة عيدلين يا زبالة يخيد نلوم مشت زد خمخة دحان حدر اوكي دحان حدروا السلام عليكم شكرا بروفيسور جلال تسلم شكرا لكم شكرا لكم شكرا جرماي شكرا هانس شكرا لكم السلام عليكم دكتور جلال السلام عليكم شكرا جزاكم الله الخير